فاكرين المحامي مصطفى بطاطا؟ لو انتوا فاكرينه او ما تعرفوش، بس انتوا من الناس اللي بتتكلم عن شغلها كويس جدا، فاهمه في شغلها كويس جدا. تمام، كل كلام عن التكنيكال بارت بتاع الشغل تمام، بس اول ما بنيجي عند حته الفلوس بنتلخبط وبنعرق ومش عارفين نقول ايه. لو انتوا من الناس دول تعالوا هنتكلم. كنت من فترة قاعدة في كافيه كده بكتب بروبوزل، وتمام انا شغالة زي الفل في البروبوزل، بكتب تمام 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 تمام، هقدم ايه، الدنيا عاملة ازاي، لغاية الجزء الظريف جدا بتاع البرايسنج، وجاء بقى موجة التردد الكبيرة جدا. طيب هل سعري عالي؟ طب ادي ديسكاونتس؟ لا طيب افرض السعر ما كانش مناسب ليهم. اسئلة كتيرة جدا ما بتخلص. في اللحظة دي وقفت نفسي. انا متعوده لما بيجي لي هذه الموجه من اللخبطه نقف نسال هو في ايه اللي بيحصل. نفس. ايه يا حبيبتي اللي بيحصل؟ قلقانه، خايفه، مش متاكده، متردده. والموضوع كله مش ان احنا بنتخانق مع عميل او عايزين نتفاوض حتى مع عميل، احنا داخلين في موجه مفاوضه عاليه جدا مع نفسنا. والموضوع على فكرة ملوش علاقة قوي بالسلف وورث قد ما ليه علاقة بان احنا عايزين البني ادم اللي قدامنا يقبلنا، عايزين نبقى مقبولين، عايزين نبقى في رغبة في الشغل بتاعنا. فبنخش في الموجة الكبيرة جدا من القلق والخوف والتوتر، والرغبة في ان احنا نخفض سعرنا، الرغبة ان احنا ندي ديسكاونتس، كل ده خناقة دايرة جوانا. فالاسهل طبعا اني اسكت نفسي، انزل في سعري واقبل بأقل سعر موجود، علشان أنا مش عايزة أعبر، مش عايزة أقول، خايفة أقول صح ولا لأ. وهنا بقى يجي الدور الكبير جدا جدا اللي بيلعبه مصطفى بطاطا في حياتي. مصطفى بطاطا اللي مش عارف، في مسلسل أرابيسك كان شخصية متواضعة جدا، طيبة جدا، يعني إنسان جدا جدا جدا، محامي شاطر جدا، عقر جدا، ذكي جدا، فاهم في المحاماة جدا 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 جدا. بس أول ما بتيجي عند حتة الفلوس بيرجع 550 خطوة لورا. مش لأنه مش فاهم قيمته، لكنه مش عارف يطالب بحقوقه. هنا بقى تيجي سخرية القدر. هو محامي بيدافع عن حقوق الناس بس مش عارف يجيب حقوقه. والفكرة هنا مش إنه مش عارف قيمته، أو مش عارف إن هو شاطر، ومش عارف، أو إنه مش عارف إن هو محامي. هو عارف، بس هو كمان مش عارف يعبر ويقول، أو يعبر بالطريقة الصحيحة عن نفسه ويقول انا عايز كذا، انا ده حقي، انا شغلي اكس اماونت كذا. فالحقيقه مصطفى بطاطا كان بيواجه الدايلاما دي طول فتره المسلسل، الى ان قابل مين بقى؟ مراته دي بقى اللي وقفته، قالت له لا انت الورث بتاعك كذا، انت تقدر تقدم كذا، مفيش الكلام اللي انت بتقوله، احنا هنطالب بكذا والناس تدفع لك حقوقك كذا. ابتدت هي اللي تعبر عن قيمته وتعبر عن هو مين، وابتدى ساعتها ياخد حقوقه ويعترف بيه. على اي حال في حياتنا مش دايما هنقابل الشخص اللي يقوم بالدور ده، فانا كان عليا كحنان ان انا اقوم بالدور ده لنفسي، ان انا اقول لا انا هعبر عن قيمتي بغض النظر عن اللي قدامي بقى مقدرها او مش مقدرها، شايفها او مش شايفها. انا شايفاها وعارفاها، انا اوريدي كنت شايفاها وعارفاها، بس كنت بخاف اعبر عنها. دلوقتي لا، انا هعبر عنها وبعبر عنها الحمد لله، وبتكلم عن قيمتي وبتكلم عن مجهودي وبتكلم عن شغلي، وبطالب بالحق او بالمقابل المرضي والعادل للحق ده. فمهم جدا ان احنا نلاقي صوتنا الحقيقي ونقدر نطالب بيه عن حقوقنا. قولوا لي بقى، بيحصل لكم الموضوع ده ولا انا لوحدي في كوكب؟ اشوفكم المره الجايه. سلام.